انا عايز افهم حاجه، هو فريرا ماسك علينا زله، ماسك على جمهور نادي الزمالك زله، عشان كده احنا مش قادرين نمشيه؟ يعني ايه جمهور الزمالك يفضل يروح ورا الفريق في كل الماتشات والمدرب ده لسه قاعد وهو ونفس غلطاته؟ 6 ماتشات، ماتشين هزيمه و4 ماتشات تعادل، الزمالك بيخسر 14 بونت من اصل 33، يعني تقريبا النسبه مش محصله 60%، نسبه ما تليقش بنادي الزمالك. انا مش عارف جون ادوارد شايف فيه ايه، شايف في فريرا ايه احنا مش شايفينه؟ الراجل نفس غلطاته، بيبوظ اللي هو بيعمله الشوط الاول، بينزل الشوط الثاني بيبوظ اي حاجه عملها في الشوط الاول، حتى تغييراته بعيد عن اللقاء، ما بيعرفش يقرا الماتشات. انت بتطلع دونجا وبتنزل احمد ربيع، طب ما دام انت عايز تجرب احمد ربيع ما تنزله من اول الماتش، ليه تخسر تغيير مفيش منه جديد؟ خط نص مكان خط نص، كمان عبد الله السعيد بتطلعه وبتنزل سيف جعفر، طب منين بيودي على فين؟ انت شايف ايه في سيف جعفر احنا مش شايفينه عن عبد الله السعيد؟ هم كانوا تغييرين اللي اتعملوا الشوط الثاني، تنزل فتوح مكان شيكو بنزا وسيف الجزيري مكان عدي الدباغ، لكن انت مدرب ضايع، فضيت نص الملعب بتاع نادي الزمالك وسلمته تسليم اهالي للبنك الاهلي. ايمن رمادي ما لقاش اسهل من كده ماتش، ولو كان داس شويه كان ممكن يكسب الماتش بسهوله جدا. انا قلت قبل الماتش انا مش طايقك بس مضطر استحملك، بس مش عايز استحملك اكتر من كده، كفايه البهوات بتوع مجلس الاداره اللي احنا مستحملينهم، كمان المدرب. انتوا عايزين ايه من النادي؟ حسوا بالجمهور شويه، لازم كل واحد في مجلس الاداره وكل واحد ليه كلمه في نادي الزمالك يحس بالجماهير دي. انتوا عايزين ايه؟ عايزين توصلوا نادي الزمالك لفين؟ حتى التحكيم كل ماتش ورا التاني بيجي علينا اكتر واكتر، لان مفيش حد بيجيب لنا حقنا، مفيش حد من مجلس الاداره يطلع ويعمل بيان محترم بين شخصيه نادي الزمالك عشان التحكيم يتعدل معاك. التحكيم بيجي عليك ضربه جزاء من وحي الخيال، الراجل هو موقع نفسه ومحمد اسماعيل داس على رجله من غير ما ياخد باله ان الراجل اصلا واقع، مش هو اللي وقعه. ضربه جزاء ظلم بالمسلسل الظلم اللي احنا بنشوفه من التحكيم اللي بيجي على نادي الزمالك، وطبعا عمره ما بيظلم الناحيه الثانيه في النادي الاهلي. دي ناس بتعترض على 9 دقائق عشان حسب لهم 11، احنا الراجل حسب 6 دقائق واصلا كان المفروض يتحسب اكتر من كده، وكمان ما اديناش ال6 دقائق كاملين، ده بيصفر من قبل ال6 دقائق ما بتخلص. ظلم 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 بجد. جمهور نادي الزمالك ليه ربنا مع المجلس ومع المدرب ومع جون ادوارد اللي انا قلتها قبل كده، مشي المدرب، بلاش تبقى العداوه بينك وبين الجمهور. العداوه لو بقت بينك وبين الجمهور انت مش هتعرف تنفذ خطتك مع نادي الزمالك. لازم تعرف قيمه نادي الزمالك، نادي الزمالك مش بتاع مشاريع، والمدرب ده مش بتاع مشاريع، المدرب ده اخره يدرب 45 دقيقه بس مش 90 دقيقه. لمصلحتك لازم تسمع لصوت جمهور نادي الزمالك، بدل القلبه اللي جايه هتبقى عليك انت، عشان الجمهور مش هيقدر يستحمل تاني بعد اللي احنا شفناه لغايه دلوقتي.